رسالة سي عزيز خدوش، كنطلب منك غدا الصباح الفلوس اللي خسرتي هادي 3 سنين ولا 4 سنين غير في التواصل. الناس اللي كنتي كتعطيهم فلوس صحيحه باش يدافعوا عليك يقولوا هذا باع الماتش وهذا غير هضره خاوي وهذا غير صحافه تيك توك، طلع عليهم اليوم شنو كيديروا عليك. غدا تشيكل، غدا من تفيق الصباح طلع لي مجموعه ديال الصحفيين ومجموعه ديال المؤثرين كنتي كتخلصهم باش يدافعوا عليك. اليوم بالاراده ديال جيل زاد ما يقدروش يدافعوا عليك، اليوم ما عندهمش الوجه باش يدافعوا عليك. وبس بلاتي نبغيك تطلع على بعض البرلمانيين اللي كانوا حط صائد المجموعه ديال المعارضين ومجموعه ديال الناس اللي كيعرضوا كيف السياسه ديالك، مي كاملين كنجتمعوا ولا واقيلا حنا اكثر منكم على الله الوطن الملك. طلع على البرلمانيين اللي سماونا الدبان، شوف اليوم واش غيقدروا بشي تدوينه وحده يدافعوا عليك ولا يقولوا شي حاجه. الصمت ديال السي بيتاش والصمت ديال البرلمانيين الشباب ديالك اللي كانوا كيتخلصوا بالملايين باش يدافعوا عليك، اليوم ما تنظنش باش يبقى لهم الوجه باش يدافعوا عليك. ومن هنا لغدا طلع وسط هذا الويكاند الساخن نسيت واحد الامر مهم بزاف فين غبر علينا الحكومه. نسيتو ولكن فكرتني به تدوينه ديال السي رضوان زرغيل اللي كيقول فين هي الحكومه وفين هو الناطق باسمها. للاسف الدول اللي كتحترم راسها اول ما كتكون احتجاجات كتخرج الحكومه وتهضر وتتواصل. حنا عندنا الحكومه هربات وضربات الطم وخلات السلطات دبر راسها مع المحتجين، والنتيجه هي توقيفات ومنع الاحتجاجات. هذا الغياب ديال هذه الحكومه الاول غير مبرر. ديك بيتاس اللي فارع علينا راسنا من نهار وما طار بديك الهضره ديال سأوافيكم بارقام ومعطيات اكثر. اجي ورينا وجهك وهضر ودير خدمتك. راه كتشد الفلوس بالملايين شهريا باش دير خدمتك، والا كنتي ما غديرهاش قدم استقالتك والباب الحباب. ديك مول القفطان والزليج اللي ربح المعركه شفتك درتي بحال الفيران ما بقى لك حس. فينكم يا حكومه الويل تنوضوا ديروا خدمتكم وتواصلوا مع الناس وتفهموهم. راه كل نهار كيدوز كيبان انه خاصكم تمشيو بحالكم بسرعه. عباد الله، فينا هي الحكومة؟ فينا هو الناطق الرسمي؟ فينا هو بيتاس؟ وخرجوا هضروا مع الناس. راه الشارع فيه احتجاجات، راه خرجوا مواطنين كيهضروا كيطلبوا بالحقوق ديالهم، راه ترفعوا شعارات، راه الناس تقول لكم اودي بغينا تجويد التعليم، بغينا تجويد الصحة، بغينا فرص شغل، يا الله يرحم الوالدين، بغينا المعيشة ترخص شوية. هضروا ومتصوا خرجوا واطمئنوا الناس، احتويوا الاحتجاجات. راه عيب وعار هادشي. في الدول التي تحترم نفسها كيوقع بحال هادشي، تيخرجوا الناس للشارع، كنلقاو بانه كيتعقدوا مؤتمرات، كيتعقدوا ندوات صحفيه، كيتجاوب الحكومه، كتجاوب مع الناس، كتهضر معاهم، كتقول لهم شنو كاين شنو كاين، تتعطي ارقام، تتعطي خطط، تتعطي شي حوايج، كتقول باننا غنصحوا، تتقول كتعطي ملاحظات ديالها وعطي السكات. دابا هاد السكات واش زعما ما مهتمينش للناس؟ واش زعما ما مسوقينش؟ واش زعما ما حاسينش؟ ما فهمتش. غريب جدا قسما بالله الا غريب. واش هذا الاهتمام الاكتراث؟ واش زعما ان الصوت ديال المواطنين زعما مساوي التبصله؟ راه عيب وعار. راه هذا الشيء اللي كيوقع في الشوارع لا يشرف. هذوك المطاردات الهوليووديه راه لا تشرف. واش دابا مخلين ولاد الشعب كيدبزوا مع ولاد الشعب؟ عيب وعار. هادشي راه يسيء للمملكه المغربيه. وعافاكم، راه حنا تنتحرقوا من الداخل. راه شفنا هذاك الشيء تيتنتشر في وسائل اعلام اجنبيه، راه درنا داك الشيء وقلنا لا زعما راه ما بغيناش ان هاد الصوره تخرج. حتى الا كانوا احتجاجات نتعاملوا معاهم بواحد شويه ديال الجديه وبواحد شويه ديال الصبر والاحتواء، ونرافقوا الناس ونخليوهم يهضروا ويعبروا ويكون داك الشيء سلمي، ونفتخروا ونقولوا بانه حنا في دوله الحق والقانون، وبانه كاين مساحه ديال حريه التعبير، وهاد الناس تهضر وخرجات بشكل سلمي وتعاملات مع السلطات المحليه بشكل انيق وبمرافقه وبتامين. وتخرج الحكومه وتهضر وتواصل وتعطينا وجهه النظر ديالها وتعطينا الحلول وتعطينا التواصل مع الناس وتطمئن الناس. ودابا مخليين الناس خارجين، ما كاين لا كلمه طمأنه، ما حتى حاجه، ما كاين لا حوار لا تواصل لا والو. هذا اللهم هذا منكر، عيب وعار. اش هاد الغياب، اش هاد اللامسؤوليه، اش هاد الاكتراث.